تخيلوا أن رمضان ليس مجرد أيام تعد، ولا سباقا تراق فيه الأرواح لإثبات المثالية، بل خلوة محمية وسط ضجيج العالم، ومساحة سنوية يعاد فيها ترتيب الداخل قبل الخارج. قد لا يكون هذا الشهر قائمة مهام تنجز، بل رحلة وعي تعاش، فيه تتحول أبسط التفاصيل إلى معاني عميقة. رشفة ماء بعد ظمأ طويل تصبح درسا في الامتنان، والجوع تدريبا هادئا على قوة الإرادة، وهمسة دعاء في سكون السحر، لحظة صدق نادرة بعيدة عن أعين الناس. رمضان ليس عن الكثرة بقدر ما هو عن الحضور، وليس عن المظاهر بقدر ما هو عن الصدق. في أيامه تخف وثيرة العالم قليلا، وتظهر مساحة للتأمل: ما الذي يبقى القلب طوال العام، وما الذي يمكن تركه خلفنا لنمضي أخف روحا. في هذا الشهر تتغير زاوية النظر للحياة، يقل الضجيج وتعلو قيمة النية، وتصبح اللحظات الصغيرة أكثر امتلاء بالمعنى. ليس الهدف أرقاما تحصى، بل سكينة تستعاد، ولا إنجازا يعلن، بل توازنا داخليا يبنى بهدوء. في هذا الفيديو دعونا نعيد تعريف رمضان ليس كمحطة انتظار تنتهي سريعا، بل كحالة روحية نعيشها بكل جوارحنا، حالة نخرج منها بقلب أخف وروح أهدأ وإحساس أقرب بالمعنى الذي افتقدناه طويلا. اقتراب رمضان يبدأ الشعور يختلف، ويكثر التفكير في كيف سنعيش هذا الشهر هذا العام. ومع كثرة الخطط المثالية المنتشرة في الوسائل، قد يتسلل إلينا إحساس بأن علينا أن نبدأ بأداء كامل منذ اللحظة الأولى. لكن رمضان في جوهره ليس منافسة ولا اختبار إنجاز، بل مساحة صفاء وعلاقة خاصة بين العبد وربه. لذلك من المهم ألا تقارني تجربتك بتجربة غيرك، فلكل إنسانة ظروفها ومسؤولياتها وطاقتها المختلفة. قد تكون لدى إحداهن ساعات فراغ أطول أو دعم أكبر، بينما يومك أنت ممتلئ بالعمل أو الدراسة أو العناية بالأسرة أو حتى بنفسك. رمضان لا يقاس بكمية الأعمال، بل بصدق التوجه. عند ترتيب روتينك اليومي، اختاري الأساسيات التي يمكنك الثبات عليها مهما كان جدولك مزدحما: صلاة بحضور قلب، صفحات قليلة من القرآن، دقائق دعاء هادئة. فالثبات الصغير يصنع أثرا كبيرا، وتذكري أن جودة اللحظة أهم من طولها. فقد تكون أفضل أوقاتك في سكون الفجر، أو قبل الغروب، أو في هدوء الليل. نسق عبادتك مع طاقتك، لا مع توقعات الآخرين، لأن العبادة حين تأتي بانسجام داخلي تمنحك سكينة أعمق. حتى في أمور المنزل والطعام، لا تجعلي الكمال هدفا مرهقا، البساطة تكفي وراحة بالك أولى. أما بالنسبة للطبخ، فإني أحب أن أذكرك ليس من الضروري أن تكون كل وجبة مثالية. الطعام البسيط يكفي، وراحة نفسك أهم من ساعات طويلة في المطبخ. رمضان ليس موسم استعراض الأطباق، بل هو موسم السكينة والطمأنينة. ولا تنسي أن تمنحي نفسك مساحة للراحة دون شعور بالذنب. القيلولة ليست كسلا، وتقليل الالتزامات أحيانا ليس تقصيرا، والاعتذار عن بعض المناسبات ليس أنانية. حين ترتاحين تستطيعين أن تعيشي رمضان بقلب حاضر وراحة نفسية. عندما نتحدث عن روتين رمضاني يناسب كل جدول، يجب أن ندرك أن الأساس هو القرب من الله عز وجل، وليس عدد ساعات العبادة أو كمال الأداء. قد يختلف شكل العبادة من شخص لآخر، فبعضنا يجد السكينة في قراءة القرآن بتأني، والبعض الآخر في الصلاة بخشوع، أو في الدعاء الصادق والهمس القلبي مع الله عز وجل في لحظات التأمل. الاتزان النفسي جزء أساسي من روح رمضان. نظمي يومك بحيث يجمع بين العبادة والعمل والراحة. ابدأي صباحك بلحظات ذكر وتأمل، ثم انطلقي لمهامك. وخلال اليوم خصصي فترات قصيرة تتجدد فيها نيتك، وقبل الإفطار يستحضر الامتنان، وبعده يمنحي نفسك وقتا للدعاء أو مراجعة ما قرأت. وقبل النوم قراءة خفيفة أو حديث صادق مع الله عز وجل. فالصيام ليس امتناعا عن الطعام فقط، بل تهذيبا لما يثقل القلب. تخيلي أن رمضان ليس مجرد شهر يمر في التقويم، بل حالة روحية كاملة ندخلها ببطء، كأننا ننتقل من صخب العالم إلى مساحة أكثر هدوءا وصدقا. مع أول ليلة منه يتغير الإيقاع، لا لأن ساعات اليوم أصبحت أكثر، بل لأننا وعينا بها أصبح أعمق.
فجأة نصبح منتبهين لكل شيء، لموعد الأذان، للطعم المائي بعد عطش طويل، لصوت القرآن في البيت، لخطواتنا ونحن نستيقظ للسحور بينما العالم نائم. هذا الانتباه بحد ذاته عبادة، لأنه يعيدنا إلى اللحظة الحاضرة، إلى الإحساس بأن للحياة معنى يتجاوز الروتين. رمضان يعلمنا أن الامتناع ليس حرمانا بل تحرر. حين نبتعد لساعات عن الطعام والشراب نكتشف أننا لسنا أسرى رغباتنا كما نظن، وأن داخلنا قدرة هائلة على الانضباط إذا ارتبطت النية بهدف أسمى. ومع كل يوم صيام نتدرب على تأجيل الإشباع وعلى تهذيب ردود أفعالنا وعلى اختيار كلماتنا بعناية، لأن الصيام ليس فقط عن المفطرات بل عن الغضب والاندفاع والضجيج الداخلي الذي يرهق القلب طول العام. هذا الشهر فرصة لتجديد الصلة بالله وإحياء الرحمة في القلب. وعند الحديث عن ختم القرآن أو كثرة العبادة تذكر أن المقصود هو القرب لا العدد. لا ينبغي أن يكون ختمه عبئا أو سببا للضغط النفسي. يمكننا تقسيم القراءة بحسب قدراتنا وظروفنا، حتى لو كانت صفحة قليلة يوميا، ولو آيات يسيرة يوميا. ومع كل آية عن الرحمة نشعر بأن بابا يفتح، ومع كل آية عن التوبة ندرك أن الفرصة ما زالت قائمة، ومع كل آية عن الصبر نتذكر أن ما نمر به له حكمة ومعنى. فالثبات والاستمرار أهم من السرعة. كل صفحة نقرأها بتدبر وقلب حاضر أقرب إلى الأجر وأكثر أثرا على النفس من ختم سريع دون حضور قلب. فالتدبر والوعي أهم من السرعة، وكل لحظة نقضيها في ذكر صادق أو صلاة خاشعة لها وزنها في ميزان قلوبنا. في هذا الشهر تتغير علاقتنا بالقرآن، لا نقرأه كواجب سريع بل كرسالة شخصية موجهة إلينا. لحظة تدبر صادقة قد تكون أعمق من صفحات كثيرة بلا حضور، لأن الهدف ليس العدد بل الأثر. ومن أعمق دروس رمضان أنه يوقظ فينا الإحساس بالآخرين، فالجوع الذي نشعر به ولو لساعات يذكرنا بأن هناك من يعيش هذا الشعور قصر الاختيار، فنصبح أكثر رحمة وأكثر استعدادا للعطاء بالمال، بالوقت، بالاهتمام، بالكلمة الطيبة وبالتسامح. الصيام يلين القلب ويجعلنا نعيد التفكير في خصوماتنا الصغيرة، وفي الكلمات التي قلناها باندفاع، وفي المسافات التي كبرت بيننا وبين من نحب. رمضان شهر العبادة، شهر القرب من الله عز وجل، شهر السكينة وطمأنينة القلب، شهر ختم القرآن وتجديد العلاقة الروحية مع رب العالمين. هو الشهر الذي تتفتح فيه القلوب ويزداد فيه الشعور بالرحمة، وهو فرصة لتطوير أنفسنا روحيا ونفسيا معا. ولا ننسى جانب الرحمة في رمضان. الأيام التي نصومها هي أيام لتهذيب النفس، للبعد عن الغضب، للرفق بالآخرين، للمحافظة على طاقة إيجابية تنبع من قلب متصل بالله عز وجل. ولا يغيب أيضا جانب العطاء، فالصيام مدرسة للصبر ولين التعامل. يمكنك إدخال أعمال خير بسيطة في يومك، رسالة دعم، مساعدة صغيرة، كلمة طيبة، فهذه التفاصيل تزرع نورا داخليا. رمضان أيضا مدرسة لإدارة الطاقة، نتعلم فيه أن العمل والعبادة ليس ضدين، بل يمكن أن يدعم أحدهما الآخر إذا أحسن التوازن. حين نبدأ يومنا بنية صادقة يمكن أن تتحول أبسط الأعمال إلى عبادة. نحن لا نحتاج إلى ساعات طويلة لنكون قريبين من الله عز وجل، بل إلى وعي يرافقنا في تفاصيل يومنا. دقيقة صمت بعد الفجر، تسبيح في الطريق، دعاء قصير قبل النوم، كلها خيوط رفيعة تنسج علاقات أعمق وأصدق. ومع مرور الأيام نشعر أن داخلنا شيئا يتغير، كأن الضجيج يقل وكأننا أصبحنا أقدر على فهم أنفسنا. رمضان يمنحنا فرصة نادرة لمراجعة حياتنا من زاوية مختلفة. ماذا أريد حقا؟ ما الذي يشغلني ويستنزفني؟ ما الذي يمكنني تركه ليصبح قلبي أخف؟ هو شهر يعيد ترتيب الأولويات ويذكرنا بأن النجاح ليس فقط في الإنجاز المادي، بل في صفاء الروح، وفي قدرة على النوم بسلام، وفي شعورنا بأننا نسير في اتجاه يرضي الله عز وجل ويرضي ضمائرنا. ثم تأتي العشر الأواخر كذروة الرحلة، كأنها دعوة أخيرة للتعمق أكثر وللبحث عن ليلة مختلفة، عن لحظة صفاء قد تغير شيئا جذريا في داخلنا. نضاعف الدعاء لا لأننا نريد أشياء أكثر، بل لأننا نريد قلوبا أنقى، ونريد يقينا أرسخ، ونريد أن نخرج من الشهر وقد تعلمنا كيف نحمل هذا النور معنا إلى بقية العام. وفي النهاية حين يقترب العيد لا يكون السؤال الحقيقي كم مرة ختمنا القرآن أو كم صلاة قمنا بها، بل ماذا ترك رمضان في أرواحنا؟ هل أصبحنا أهدأ في مواجهة الضغوط، أكثر وعيا بكلماتنا، أكثر لطفا مع أنفسنا ومع الآخرين؟ إن أجمل ما في رمضان أنه يذكرنا بإمكانية التغيير، وبأن الإنسان قادر على إعادة بناء عادات وأفكاره إذا توفرت النية
والبيئة المناسبة. رمضان ليس مرحلة مؤقتة نعيشها ثم نعود كما كنا، بل هو تدريب مكثف على حياة أعمق، حياة يكون فيها للنية وزن، وللصمت معنى، وللبساطة جمال. هو تذكير سنوي بأن السكينة ليست بعيدة، وأن القرب من الله عز وجل لا يحتاج إلى تعقيد بل إلى صدق واستمرار. وإذا استطعنا أن نحتفظ بجزء من هذا الوعي بعد انتهاء الشهر بدقيقة ذكر يومية، بصفحة قرآن، بقرار واعي أن نكون أرحم وأصدق، فإن رمضان يكون قد أدى رسالته فينا، لا كشهر في السنة بل كبداية طريق يتجدد في كل يوم من حياتنا. رمضان رحلة وعي واكتشاف لا سباق أعمال، فلنختار لأنفسنا روتينا يناسب حياتنا ويمنحنا راحة داخلية، ونجعل الشهر مساحة نمو برفق لا بضغط. فالقرب من الله يقاس بصدق القلب لا بكثرة المهام. لنتنفس بعمق ولنبتسم، فنحن نسير نحو علاقة أعمق مع الله عز وجل، علاقة تستمر بعد رمضان وتملأ أيامنا سكينة ورضا وقربا حقيقيا. وفي ختام هذه الرحلة ندرك أن رمضان لم يكن مجرد أيام صمناها أو ليال أحييناها، بل كان مرآة رأينا فيها قلوبنا بوضوح أكبر. كان فرصة لنخفف أثقالنا، ولنصالح أنفسنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا، ولنختار أن نعيش بوعي أعمق وقرب أصدق من الله عز وجل. فإن خرجنا منه بقلوب لينة ونفوس هادئة ونية صالحة فقد فزنا حقا، وإن تعلمنا كيف نحمل شيئا من نوره معنا إلى ما بعده فقد بدأ فينا التغيير الذي نرجوه. رمضان لا ينتهي بانتهاء أيامه، بل يبقى أثره في الطريقة التي نصلي بها ونتكلم بها ونتعامل بها وننظر بها إلى الحياة. اللهم إنا نقوم على شهر رمضان بقلوب صادقة وأنفس طاهرة ونية خالصة. اللهم اجعل رمضان نقطة تحول في حياتنا لا محطة عابرة. اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر قربة إليك، وقيامنا إخلاصا لوجهك، وأقوالنا أصلح للخير والصدقة. اللهم طهر قلوبنا من القسوة، وألسنتنا من الزلل، وأعمالنا من الرياء. اللهم اجعل هذا الشهر موقف رحمة ومغفرة ومصدر سكينة وطمأنينة في قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وهدى لنا في دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعلنا من الذين يتغلبون على نفسهم بصبر وإخلاص ويرتقون في القرب إليك كل يوم. اللهم لا تجعل هذا الشهر يمر علينا سوى وقت للتطهر والإصلاح، واحفظنا فيه من الضلال والهوى، وارزقنا فيه قلوبا ناضجة وأرواحا هادئة وعملا مقبولا. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد أصلحت قلوبنا وشرحت صدورنا وكتبت لنا بداية أجمل مما مضى. آمين يا رب العالمين. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.